بلادي زوم، عين على الواقع. مرحبا بكم. اهتزت مدينة فاس اليوم الجمعة على واقعة انهيار سور مدرسة محمد بن عبد الكريم الخطابي، الواقعة تحديدا بمنطقة سهب الورد بحي باب ريافة، والتي راح ضحيتها تلميذان يدرسان بنفس المؤسسة. ووفق ما كشفت عنه مصادر خاصة لقناة بلادي زوم، فقد وقع الحادث على الساعة 2 بعد الزوال من يومه الجمعة، عندما كان التلميذان يلعبان كرة القدم أمام المدرسة قبيل الدخول للحصة المسائية. وأضافت المصادر ذاتها أنه فور وقوع الحادث حضر كل من المدير الإقليمي للتربية الوطنية بفاس إلى عين المكان، بالإضافة إلى عناصر السلطات المحلية وسيارة الإسعاف والوقاية المدنية. وذكرت نفس المصادر أنه لم يتم بعد تحديد الأسباب لانهيار سور المدرسة، في حين رجح بعض ساكنة الحي الذي تتواجد به المؤسسة أن يكون الانهيار راجعا للأحوال الجوية، إذ عرفت المدينة زخات مطرية مهلة ورياح قوية، كما خلف الحادث حالة من الرعب والهلع في صفوف أولياء التلاميذ الذين هرعوا إليها فور تلقيهم الخبر للإطمئنان على أبنائهم. نشكركم على طيب المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بلادي زوم.